السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة فاطمة كروشيه كورنر. إن شاء الله هبدأ كورس جديد من كورسات شنط التبستري، والمرة دي هشرح موديل جديد ومختلف. أول فيديو بيكون للخامات، بقولك على الخامات المطلوبة عشان تجهزيها وبعدين أبدأ الشرح. هقول لكم على مقاسات الشنطة اللي أنا هنفذها. طول القاعدة 24 سنتي، العرض 10 سنتي، عرض الشنطة كلها 28 سنتي، وطول الشنطة 18 سنتي. أنا هنفذ بخيط أليزا ديفا. هقول لكم على كمية الخيط. بالنسبة للون الأساسي هستعمل منه شلة ونص. اللون الذهبي ده هو اللون الأساسي، هحتاج منه شلة ونص. اللون البني هحتاج منه نص شلة. اللون الأسود يعني هيفضل من الشلة شوية صغيرة. هقول برضو بالجرامات. اللون الذهبي تقريبا 150 جرام، اللون البني تقريبا 50 جرام، اللون الأسود تقريبا 90 جرام. هقول لكم برضو على درجات الألوان عشان لو حابين ان تستعملوا نفس الدرجات. ده كده رقم اللون الذهبي، اللون البني، وطبعا اللون الأسود معروف بس ده الدرجة بتاعته. وهستعمل إبرة سيليكون مقاس 2.25، وطبعا على حسب ايدك في الشغل، يعني ممكن تستعملي إبرة 2.5، ممكن تستعملي إبرة مقاس 2، على حسب ايدك وانت شغالة. يعني طبعا كل ايد بتبقى غير التانية في مقاس الإبرة. بالنسبة لإيد الشنطة أنا هستعمل إيد السلسلة. جبت المقاس الطويل والمقاس القصير. المقاس الطويل عشان أستعملها كروس، والمقاس القصير عشان ألبسها كده. ممكن كمان وأنا لابسة الشنطة كروس الإيد القصيرة أحطها كديكور على الشنطة، وممكن كمان وأنا بستعمل الإيد القصيرة وأنا لابساها كتف أستعمل الإيد الطويلة كاكسسوار زي ما موضح كده في الصور. وبرضه ممكن أستعمل الإيد القصيرة وأشيل الطويلة، أو أستعمل الطويلة وأشيل القصيرة. طيب أوريكم كده شكل السلسلة. دي السلسلة اللي أنا هستعملها، وطبعا لازم يكون في الآخر كده متركب الجنش ده. السلسلة الطويلة مقاسها متر، وطبعا على حسب استعمالك في الشنطة الكروس. ومقاس السلسلة القصيرة نص متر. هحتاج الحلقتين دول اللي هما سهلة الفتح، ولازم يكونوا سهلة الفتح عشان أقدر أركبهم في الشنطة. هحتاج بطانة. أنا جبت نص متر وهيفضل منها طبعا. النوع ده اسمه كارو، حابة تجيبيه لو متوفر عندك، مش موجود جيبي أي نوع تاني مناسب، مفيش أي مشكلة. هحتاج سوستة. لو انت هتنفذي بنفس المقاس اللي أنا هنفذ بيه الشنطة هتحتاجي سوستة بطول 30 سنتي، بس أنا هنا جايباها طويلة شوية وهقص منها. والنوع ده أغلى شوية من النوع التاني، يعني لو حابة تجيبي ده تمام، حابة تجيبي النوع التاني مفيش أي مشكلة. هحتاج إبرة وخيط بنفس لون البطانة. أنا هشرح لك إزاي تقدري تخيطي بطانة، ومش شرط ابدا يكون عندك مكنه. هحتاج المقص الكبير عشان لما اقص القماش، هحتاج المقص الصغير عشان خاطر الفتل. هحتاج ابره كنفه، ممكن ابره كنفه او ممكن ابره المنجد. انا محتاجه الابره دي عشان خاطر تنظيف الخيط. هحتاج طبعا السنتي، وهحتاج العلامات دي. وضروري يكون عندك 3 علامات يكونوا لون واحد، يعني ال3 دول اهم لون اصفر، واللون الاحمر ده يعني واحدة تكون مختلفة و3 يكونوا شبه بعض، عشان العلامة المختلفة دي تتحط في بداية ونهاية الشغل فما تتلخبطيش من الالوان. بالنسبة للباترون اللي هنفذه، بصوا يا بنات، اي باترون انا بنفذه او بشرحه هنا على القناة لو من تصميمي بقول ان هو من تصميمي، وبديكم طبعا الباترون. لو هو من موقع مجاني فبقول ان هو من موقع مجاني. بالنسبة بقى الباترون ده اللي هو جلد النمر او التايجر زي ما بتسموه، هو موجود كتير جدا على المواقع المجانية، ولكن الباترون ده اتصمم بطريقة مختلفة وبطريقة معينة. ازاي؟ الباترون ده معمول له بداية ومعمول له نهاية، بداية ونهاية عشان لما تخلصي السطر بتاعك يكون الرسمة بتاعته مظبوطة. وطبعا مفيش ولا باترون من اللي موجودين على المواقع المجانية ليه بداية وليه نهاية، بداية ونهاية وفي نفس الوقت في رسمة قدامك تقدري ان انت تنفذيها وتبقى باينة ان هي مش متكررة. ده كده رقم 1. رقم 2، العدد بتاعه.
العدد بتاعه قليل، يعني تقدري تنفذيه بأي مقاس من مقاس الشنط. أي مقاس أنت عايزة تنفذيه للشنطة، إذا كان بورتوفيه، إذا كان شنطة، إذا كان شنطة صغيرة، شنطة كبيرة، هتقدري إن أنت تنفذي بالباترون ده. باترون للتايجر ليه بداية وليه نهاية، وفي نفس الوقت الرسمة في النص موجودة بشكل عشوائي، يعني أي حد هينفذها مش هيبان إن هي واحدة ومتكررة، غير العدد البسيط اللي انت هتنفذي بيه وتقدري تنفذي بيه أي مقاس للشنطة. لكن الباترونات اللي موجودة على المواقع المجانية بيبقى العدد بتاعها كبير، وحتى لو العدد بتاعها صغير ما بيبقاش ليها ولا بداية ولا نهاية. وتم تصميمه بالشكل ده عشان بصمة فاطمة السيد تكون موجودة عليه. زي ما انتم عارفين ان قناتي اول قناة عربية لتعليم فن التبستري، برضو الحمد لله وكرموا عليا اني اول واحدة اعمل تعديل للباترونات اللي موجودة على المواقع المجانية. حابة قوي اشكر الفنانة شيرين زكي لان هي اللي عملته على الكمبيوتر وتعبت جدا معايا.